السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. اليافطة الكبيرة دي بتوجع من ارتفاع عالي على لوح جزاز كسرته مليون حتة، والجزاز في كل مكان وكان زي السكاكين، وبيوجع جزء كبير منها على طفل صغير في المطار وبيغمى عليه فورا. وهنا بيترعبوا أهل الطفل وبيجروا عليه بسرعة وبيطلبوا من الموجودين انهم يكلموا النجدة بسرعة، وسألوا لو كان في دكتور موجود في المطار يقدم لهم المساعدة. في الوقت ده كان وريد الطفل مقطوع وبيبدأ يسيل دم بشدة، وبيفضل الدكتور يدور على حتة قماشة نظيفة علشان يربط بيها جرح الطفل. في اللحظة دي بيتكلم شاب واقف جنبيهم وقال للدكتور انت كده هتأذي الطفل. رد الدكتور بغرور وقال له انا كده بنقذه، لان لو فقد دم اكتر من كده هيموت. رد الشاب وقال له انت كده حطيت القماشة في المكان الغلط، ولو كان شاب كبير مش مشكلة، لكن ده طفل صغير وانت كده بتسد مجرى التنفس عنده. فبيروح عند الدكتور ويغير مكان ايده وحطها في مكان تاني. وقتها الولد بدأ يتنفس واخد نفس عميق. بعدها قعد يفحص جسم الولد ولقى حتة جزاز مكسورة في بطنه. وقتها قال مفيش مشكلة، الولد هيكون كويس. الدكتور ما كانش عارف الشاب ده ليه واثق من نفسه كده، وهنا سأله انت مين؟ رد الشاب بكل تواضع وقال له انا جون مورفي، وان هو دكتور. هو بيتكلم لمح ان في دوالي بدأت تتكون في دراع الولد، وبص على صدره لقى عظمة ابتدت تظهر وكل حروق جسمه بتتنفخ. وعشان هو موهوب في الطب ضغط فورا على صدر الولد رغم رفض الدكتور اللي معاه. لكن مورفي قال له ان صدر الولد بيطلع وينزل بشكل مش طبيعي، وده هيأثر على رئته ولازم يعمل له اسعافات اوليه. وهنا سأل الموجودين لو حد معاه سكينه، لكن ده مطاره محدش بياخد معاه سكينه. بص للدكتور اللي معاه وقال له يعمل للولد تنفس صناعي لحد ما يرجع، وقام وراح للامن عشان ياخد منهم سكينه. لكن عشان مورفي عنده توحد ومش بيعرف يتواصل مع الناس بسهوله، ما كانش عارف يشرح للأمن الوضع الخطير اللي الولد فيه. وهنا الأمن افتكره عبيط أو مجنون، وقال له إن طول حياته كفرد أمن عمر ما شاف حد جاي يطلب منه سكينة، وإن دي حاجة ما ينفعش تحصل. لكن مورفي حاول يقنعه إن دي حالة طبية خطيرة وإن هو محتاج السكينة اللي في الصندوق اللي جنبه. لكن رجل الأمن رفض، وما كانش قدام مورفي غير إن هو ياخد السكينة ويجري علشان يلحق الولد. وبعد ما كان خلاص قرب قدر الأمن إنهم يمسكوه، لكن أم الولد فهمتهم خطورة الموقف وانهم لازم يسيبوه. وقدر يوصل للولد وهو معاه سكينة وشفاطة وشريط لزق وجزازتين كحول، وقرر يعمل عملية جراحية عبقرية للولد، وحط الشفاطة والسكينة على صدر الولد وكب عليهم الكحول، وبكده يكون الادوات وجسم الولد اتعقموا واتطهروا كويس. وبعدين قطع الشفاطة نصين وحطها في جزازة الكحول وقفلها كويس باللزق، وحط الشفاطة في صدر الطفل بهدف طرد الهواء من صدره، وبكده الرئتين ترجع تشتغل بشكل طبيعي تاني. واول ما بدأ في فتح صدر الطفل اهله مستحملوش يشوفوه بالمنظر ده، والدكتور بيكون مستغرب جدا من اللي بيعمله، والدكتور يكون مش مصدق اللي هو شايفه ده. وهنا مورفي بيرفع الجزازة وبالفعل الهواء بيبدأ يخرج، والدكتور مقدرش يتحمل اكتر من كده وسأله ايه لازمة الجزازة دي والخرطوم وليه بتعمل كده. وهنا يرد عليه مورفي بكل تواضع وبيقول له ان الانبوبة بتطلع الهواء الزيادة، اما الجزازة والسائل اللي جواها بيمنعوا الهواء ان هو يرجع تاني. وهنا الولد بيبدأ ياخد نفس عميق، وكل الموجودين بيندهشوا من شطارته وبيسقفوله، وده بيكون اول شخص قدر مورفي ينقذه. وهم في عربية الاسعاف بيلاحظ مورفي ان الجهاز اللي في العربية مش مظبوط، فبيقول الكلام ده للمسعف علشان يحاول يصلحه. فبيبدأ المسعف بالاستهزاء بكلامه ويقول له ان الجهاز ده بقاله 20 سنة شغال ومحدش اشتكى منه، وبيقول له يبطل فزلكة لحد ما نوصل للمستشفى. ولما يوصلوا للمستشفى بيأكد مورفي على الدكتورة انها تعمل اشعة قلب للطفل، لكن الدكتورة بتقول له ان البيانات كلها بتقول ان قلبه سليم وما فيهوش حاجة. وهنا مورفي ما يكونش مقتنع ويكون مصر على رأيه، ويحاول يدخل نفسه اوضة العمليات، وده يخلي الامن يطرده بره. ولما دخل الطفل اوضه العمليات والدكتور نيرف بيشوف الصمام اللي عمله مورفي اندهش جدا. بعدها سالته الدكتوره لو كنا محتاجين انهم يعملوا رسم قلب للطفل، لكن الدكتور بيقول لها ان حاله الولد دلوقتي مستقره وان هم مش محتاجين. وفي الوقت ده بيكون مورفي واقف بره قلقان جدا وبيحاول يدخل اكتر من مره، لكن كل الاماكن بتكون مقفوله والامن بيكون مغرق الدنيا. وهنا الدكتور بيلاحظ ان قلب الولد ابتدى يضعف، وبسرعة سأل الدكتورة ليه سألتيني من شوية لو كنا محتاجين نعمل رسم قلب؟ قالت له ان كان في شاب بره قال اننا لازم نعمل رسم قلب، وهو نفس الشخص اللي عمل الصمام للولد. وهنا ليل ما كانش مصدق ان في حد اشطر منه، وقال لهم يجيبوا حد يعمل له رسم قلب بسرعة. في الوقت ده راح الدكتور نيري يسأل مورفي هو انت ليه طلبت رسم القلب؟ فرد عليه وقال له ان قلوب الاطفال بتكون مش مستقرة بسبب ضعف الغلاف القلب، وان هو ممكن يكون اتأذى من الجزاز
وقتها رن تليفون الدكتور وقالوا له ان نتيجة رسم قلب الطفل طلعت ما فيهاش اي انسدادات وكل حاجة طبيعية. بص الدكتور لمورفي وقال له انا كنت غلطان اني ضيعت وقت معاك، وسابه ومشى. لكن الدكتورة كانت حاسة انه مش عادي وهيقدر يساعدهم، واخدته معاها اوضه العمليات. وفضل مورفي مركز في الاشعة وقال للموجودين ان في جروح بسيطة جدا في الجزء اليمين من القلب، لكن الدكاترة ما كانوش موافقين ولا عاوزين يسمعوه. وقتها دخلت الدكتورة وقالت ان ممكن يكون الجزاز المكسور خد جزء من الاوردة اللي موصلة للقلب. واخيرا اقتنع الدكتور نيل بكلام مورفي وبيفتح قلب الولد وفعلا بيلاقي جواه جزاز مكسور، واللي لو كانوا سابوه في القلب الولد كان هيموت. وبكده يكون مورفي قدر ينقذ الولد لتاني مرة ويثبت عبقريته بانه يشوف في الاشعة اللي محدش شافه غيره. وفي الوقت اللي كان مورفي رايح يقدم على وظيفة دكتور في المستشفى، كانوا الدكاترة والمسؤولين عن المستشفى اللي مورفي مقدم فيها بيتناقشوا في امكانية تعيينه، لانه بيكون مصاب بمرض التوحد، وازاي مريض توحد هيكون دكتور ناجح. لكن المدير كان متفائل بمورفي جدا وطلب منه يجي عندهم وفرجهم على عبقرية مورفي في الطب والعملية الخطيرة اللي عملها بأدوات بسيطة واللي كانت السبب في شهرته على الانترنت. وده خلى المسؤولين يغيروا وجهة نظرهم ويقرروا يدوله فرصة وطلبوا منه يقدم نفسه. واول ما وقف قدامهم لسانه اتشل وما قدرش ينطق ولا كلمة، لكن بعد وقت قصير قدر يجمع شجاعته ويحكي لهم قصته، وان هو اتشخص بالتوحد من هو وصغير، وكان بيتعرض للتنمر وهو في المدرسة، وباباه كمان كان بيعامله وحش، واخوه اللي كان بيحميه. وبمجرد ما مات الارنب بتاعه قرر يكون دكتور. وقتها اخوه اداله مشرط وقال له خليك فاكر دايما انك الاذكى، وان هو هيكون دايما فخور بيه. وبعدها اخوه مات بسبب المرض، وده خلاه حزين جدا، وقال ان كان نفسي اخويا يعيش، وعشان كده ساعد كل الناس علشان يعيشوا مع بعض اكتر. كلامه اثر في كل الموجودين ونجحت المقابلة بتاعته، وبقى دكتور في مستشفى سانت مونتفورا. وفي اللحظة دي بيحس ان هو اتولد من جديد وبيبدأ حياة جديدة. وبكده يكون انتهى فيلم النهاردة. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك في القناة علشان انا تعبت في الفيلم ده بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.